لو سألت أي موظف إيه أكتر حاجة بتحبها في شغلك، ده طبعا لو كان بيحبه ومبسوط فيه ممكن يقولك الناس، الفلوس، المكان، أو بتعلم كل يوم حاجة جديدة. لكن تعمل إيه لو قلتلك إن الحاجات دي ممكن تبقى هي العقبات اللي هتوقفك في رحلتك المهنية؟ مش مصدقني؟ يلا بينا. شاهين، كوتش الكارير. اهلا بيك في حلقه جديده من برنامج كوتش الكارير. واسمح لي قبل ما اقتحم يومك المشغول وندخل في موضوع النهارده، مهم جدا نتفق ان اللي بنعمله في برنامج كوتش الكارير ملوش اي علاقه بالكارير كوتشنج ولا باللي بنعمله في جلسات الكوتشنج، لان الكوتش ولا ينفع يقولك نصايح ولا ينفع يقولك تعمل ايه او ما تعملش ايه. وعلشان لو اول مره بتشرفنا على القناه، انا احمد شاهين، بزنس وكارير كوتش شغال في الليرنينج اكسبيرينسز او تجارب التعليم والتطوير بقالي أكتر من 13 سنة ما بين تدريب وكوتشنج لآلاف الموظفين والقادة. في برنامج كوتش الكارير بنشارك معاكم أشهر الأخطاء المهنية، سواء أنا شخصيا عشتها أو مريت بيها مع أحد العملاء في جلسات الكوتشنج. الجري ورا الفلوس، ودي أول حاجة ممكن بجد تعيق رحلتك المهنية لو هي بقت فقط الهدف. ما هو حضرتك برضو احنا مش بنتصدق بوقتنا ومجهودنا على المكان او الشغل اللي احنا موجودين فيه اكيد علشان الفلوس يعني. استنى بس قبل ما تتخانق معايا، أنا متفهم جدا إن كلنا محتاجين فلوس وطبعا بنشتغل علشانها، لكن مش لوحدها. معادلة الرحلة المهنية فيها جوانب أخرى غير موضوع الفلوس، واللي لو معرفناش نبص عليها بجد هيبقى عندنا مشكلة حقيقية في رحلتنا المهنية. زي مثلا المسمى الوظيفي، بتترقى في شغلك ولا ما بتترقاش؟ بتاخد بوزيشنز او تايتلز اعلى ولا لا؟ والاهم من المسميات الوظيفية او البوزيشنز والتايتلز، الخبرات اللي انت هتاخدها وانت في المكان ده هتضيف لك حاجة للبروفايل بتاعك، او هتقربك خطوة في رحلتك المهنية، او حتى هتضيف لك حاجة على الريزومي او السيرة الذاتية بتاعتك ولا لا؟ بيكون في مثلا وقت فراغ ومساحة ان انت تتعلم حاجة جديدة او تشتغل على نفسك، تشتغل على صحتك النفسية والجسدية، أو حتى تعمل هواية بتحبها، ولا طول الوقت مضغوط في المهام بتاعة الشغل؟ وهنا لو حضرتك شغال بقالك فترة مش بعيدة ممكن ما تحسش قوي بالقصة دي، لأن الدنيا فعلا هتكون ماشية. ودي نفس فكرة بالظبط الشاب اللي بدأ في الجيم فبدأ يتمرن بايسبس وكتف كل يوم علشان دول أكتر عضلتين حس ان هو لو اتمرنهم كويس هيبين له العضلات بتاعت جسمه، وده فعلا حقيقي. لكن كمان هيبان ضعف العضلات التانية اللي هو اهملها، وساعتها فعلا هيبقى الشغل عليها اصعب من لو كان بدأ من الاول يشتغل على كل العضلات في نفس الوقت. وطبعا مش شرط كل الشغل هيكون فيه كل مكونات المعادلة دي طول الوقت، وعلشان كده ممكن تتقبل شغلانة بمرتب قليل شوية لكن بتديك خبرات على الجانب الاخر في السيرة الذاتية بتاعتك، او حتى بتديك تايتل او بوزيشن انت كنت محتاجه. واخر معلومة حابب اقولها لك عن معادلة الرحلة المهنية، اللي بالمناسبة لو لقيت شغلانة بتجمع ما بين كل جوانبها، سيظل دورك كشخص مجتهد بتشتغل ازاي او بتعمل خطة عشان تشتغل على كل جانب من جوانب هذه المعادلة. ودلوقتي هنتكلم عن تاني نقطة، وهي الشبكة او النتورك. للأسف كتير جدا بقابل في البيزنس ناس ممكن تكون فعلا شاطرة وعندها مهارات، لكن جزء مهم قوي من انه يتحرك في البيزنس ان الناس اللي حواليه يسمعوا عنه وعن مهاراته وعن الشغل اللي هو بيعمله. ودي مشكلة كانت بتواجهني انا شخصيا في وقت كبير في رحلتي المهنية، انه بنعمل شغل حلو قوي لكن الناس اللي حوالينا مش عارفين حتى ان انت اللي عملت الشغل ده. وهنا في بعض احيان الناس بتبص لها انه دي كوسة او علاقات. انا عارف انه في بعض احيان بيبقى استخدام العلاقات في البيزنس او زي ما بيسموها البيزنس بوليتكس بتكون فوق قدراتك ومهاراتك، وعارف ان ده موجود. لكن الجزء اللي انا بتكلم عنه هنا هو ازاي انت بتظهر شغلك. وهنا انصح وبشدة قراءة كتاب شو يور ورك، واللي هيساعدك تظهر شغلك، وممكن نبقى نعمل عنه فيديو بعدين. وهنا في معلومة مهمة، كلنا عندنا نتورك او شبكة علاقات، لكن طبعا في حد الشبكة بتاعته اكبر من التاني، والاهم انها تكون افكتيف او قوية وفعالة. وعلشان ده يحصل مهم جدا تكون مركز معاها. وهنا هديك مثال، واحد من قرايبك او اصدقائك وحد مهم في شبكة العلاقات بتاعتك، لكن انت للاسف مش بتسأل عليه، او خلينا نقول عليها بمعنى اخر ان انت مش مفعله، شخص مش افكتيف في شبكة العلاقات بتاعتك. فطبعا وقت ما تحتاج منه مساعدة مش هيكون ابدا زي حد انت على تواصل معاه وفي ما بينك وما بينه علاقة، او على الاقل على تواصل بسيط معاه وبتسأل عليه من وقت للتاني. وهنا قبل ما اقولك على خطوات بسيطة تساعدك في تقوية النتورك او الشبكة بتاعتك، حابب افكرك ان الموضوع اكبر بكتير من تقوية النتورك علشان البيزنس او الرحلة المهنية. انت مش هتتخيل ابدا الواقع النفسي والسعادة والقوة اللي هتعود عليك وعلى شخصيتك من تقوية العلاقات بالناس اللي حواليك، وخصوصا لو كانوا ناس مؤثرين فعلا في حياتك ولهم حق عليك. زمان احد اجدادي عمل نشاط ملهم جدا، وهو رسم شجرة العيلة.
طبعا مش هحكي لك عن المجهود اللي بذله والسنين اللي قضاها من عمره بيسافر البلد او بيروح قرى عشان بس يقعد مع حد يعرف منه معلومة. طبعا كان الهدف وقتها انه يرسم شجرة العيلة فيعرف الجذور بتاعتها بدأت فين وانتهت امتى. دلوقتي عايزك تحاول ترسم نفس الشجرة دي، بس المرة دي بترسم فيها علاقاتك اللي ممكن تستفيد بيها في رحلتك المهنية. ودي اول خطوة مهمة بتبدأ تشوف فيها مين في شبكة العلاقات بتاعتك ممكن يكون موجود ومهم وانت مش واخد بالك. بعد ما ترسم الخريطة بتاعت العلاقات، حاول بقى تحط جدول زمني او طريقة معينة مناسبة لوقتك ومجهودك، بحيث تبدأ تتواصل مع الناس دي بالطريقة المناسبة ليك وليهم، سواء برسائل أو مكالمات. وطبعا هنا في ناس ولا هيبقى ليها في الجداول الزمنية ولا الخرائط ولا الكلام ده. هقول لك تعمل ايه. خليني اقول لك على لعبة ظريفة جدا فرقت معايا، وطبعا دي بتيجي بعد ما تكون رسمت الخريطة بتاعت علاقاتك الأول، لأنك بالشكل ده بتكون فكرت المخ أو ساعدته يدرك وجود الناس المهمة دي في حياتك. ممكن بقى مع الوقت هتلاقي من غير جداول ولا أي حاجة الناس دي كل يوم بيجي في بالك منهم حد، وأول ما يجي في بالك حد من الناس دي تمسك موبايلك على طول وتبدأ تحاول تبعت له رسالة أو تكلمه مكالمة بسيطة، وبكده من غير أي جداول ولا تخطيط تبدأ تتواصل مع الناس اللي موجودة في حياتك. فوقت ما تحتاج مساعدة منهم سواء في البيزنس أو غيره هتلاقي الناس دي فاكراك ودايما على تواصل معاك. العلاقات بقى اللي انت بتحاول تقويها مع الناس دي مش بس هتساعدك تكون على تواصل معاهم، لكن كمان هتساعدك ان الناس تبقى طول الوقت شايفاك وفاكراك في البيزنس، وكمان عارفين عنك وعن انجازاتك والنجاحات اللي انت بتحققها. وحاجة أخيرة بتساعدك فيها النتورك أو شبكة العلاقات القوية، وهو ان انت طول الوقت بتكون عارف عن الوظائف أو فرص العمل المتاحة في سوق العمل. العقبات في طريق رحلتك المهنية كتيرة والفيديوهات اللي جاية أكتر، لكن آخر حاجة حابب أتكلم عنها وللأسف ناس كتير بتفتكرها فقط للمبتدئين أو الناس اللي لسه بادئة رحلتها المهنية، وهي اللغة أو الإنجليش. للأسف طبعا ممكن يبقى في حتى مدير واقف في مكانه مش بيتحرك بسبب اللغة وهو مش واخد باله، او حتى كمان الاكبر انه بيضيع عليه الاسواق الدولية بتاعة العمل بسبب انه اللغة بتاعته على قد المكان اللي هو وصل. وزي ما انت عارف صديقي الرحلة المهنية قد ايه الانجليزي النهاردة بقى مهم، سواء علشان تترقى او حتى تشتغل في بلد عربي او خليجي. انا واحد من الناس اللي اتعلمت في مدارس عربي والانجليش بتاعهم كان ضعيف جدا، واتعلمت انجليزي وانا بلعب كرة سلة مع بعض الشباب الامريكان جوه الملعب. وهنا كان فعلا في مشكله. الانجليزي اللي اتعلمته كان لغه سلانج او زي ما بيقولوا عليها لغه عاميه، لغه شارع يعني. فازاي بقى تنقل الانجليش ده لبزنس انجليش او انجليزي يساعدك وانت جوه انترفيو بتتسال سؤال بشكل محترم؟ فهنا كنت محتاج حد ثقه ياخد بايدي ويمشي جنبي خطوه بخطوه، يقول لي الجمله اللي انا بنطقها دي كده بنطقها صح، ترتيبها مظبوط، ومخارج الحروف اخبارها ايه. وطبعا ده ما كانش موجود وقتها، ودي اول حاجه بهرتني في برنامج كامبلي. في برنامج كامبلي مش بس كل المدربين اللي بيساعدوك نيتيف سبيكرز او اجانب، لكن كمان ناس ثقه وعندهم خبرات، وبتقدر تختار ما بين المدربين المختلفه سواء من خلال تصفح البروفايلز بتاعتهم او الخبرات اللي هم كاتبينها عن نفسهم، او حتى من خلال اراء الحضور السابقين وتعليقاتهم الصريحه على البروفايلز بتاعتهم. وحيث اننا اتكلمنا النهارده عن الشبكه او النتورك، فواحده من الخدمات المبهره في كامبلي هي فكره التعلم ان جروبس او وسط مجموعه. وانا كواحد شغال في التعليم من سنين، واحده من اكبر المشاكل اللي كنت بشوفها شخصيا في التعلم اونلاين هي فكره ان الناس بتتعامل معاه بمبدأ المواصلات العامة. هنفضل نحمل ونحاول نحتوي أكبر عدد من الناس لحد ما العربية تشيل، قصدي لحد ما البرنامج يشيل. وهنا مهم أقولك إن في كامبلي المجموعة بتكون بالكتير من 2 ل 3 متعلمين بجانب المدرب، وده طبعا علشان يتأكدوا من جودة التعلم وإنك بتعمل تطور سريع في تعلم اللغة. وعلشان أنا اتعلمت بالطريقة الصعبة بعد اللي أنا شفته في برنامج كامبلي، فعلا بضمن لك إنك هتعمل تطور انت شخصيا هتتخض منه. وبمناسبة ان دي اول حلقة في البرنامج بتاعنا، فتقدروا تستخدموا البرومو كود اللي ظاهر قدامكم وهتلاقوه كمان في التعليقات، وما تفوتوش خصم 50% على الاشتراك في برنامج كامبلي، واللي بالمناسبة تقدروا كمان تقسطوه على 4 دفعات خلال السنة. الناس بتوع كامبلي دول طيبين وحاسين بينا قوي. وها هنا صديقي الرحلة المهنية وصلنا لنهاية الحلقة. ما تنساش تفعل الجرس وتشترك في القناة وتقول لنا في التعليقات ايه اكبر تحدي بيواجهك في شغلك وحابب نعمل عنه فيديو. سلام.